السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم معايا في اقتراح جديد على القناة. إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية. بالنسبة لاقتراحنا اليوم غادي نشارك معكم عصير بالدنجال اللي غيجي رائع جدا. هذا العصير غتلقاو حصريا وأول مرة على اليوتيوب بهذه الطريقة اللي غادي نشاركها معكم. سبقت وحضرت معكم طريقة مختلفة، ولكن هذه الطريقة هذه أول مرة غادي نشاركها معكم. كيجي لذيذ بزاف وكيجي رائع، كيجي تماما بحال سموتي ديال الحليب الشوكولات اللي كناخذوا على برا. هذا كيجي ألذ وكيجي احسن كذلك. حتى الوليدات الصغار كيعجبهم بزاف، ما كيجيش باين في المذاق الدنجال نهائيا، ولو يقولوا لك شنو فيه ولكن راه ما كيبانش فيه الدنجال. كيجي لذيذ بزاف، كيجي عنده واحد القوام خاطر وكيجي رائع. يعني ما نقول لكم فيه، ولكن جربوه بنفسكم. نتمنى ان شاء الله حتى نتوما تجربوه وتشاركوا مع العائله ديالكم على هواتفكم في مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائده. ونبداو على بركه الله. هنا اول حاجه كما لاحظتوا معايا خديت نصف لتر ديال الحليب اللي هي 500 ملي. هنايا عندي كذلك كيس ديال الشوكولاته بودره، الكيس صغير اللي كيوزن 2.5 غرام. هذا تيكون بدون سكر. هنايا غادي نضيف فيه كميه ديال السكر، تقريبا واحد 2 معالق ديال السكر كما لاحظتوا معايا. غادي نخلط هنايا الكل، ومن بعد ان شاء الله غادي نرفعه فوق النار. هنايا التحضير ديال الفلون كما كنحضروا الفلون عادي تماما. هنا بعد ما رفعته فوق النار غادي نخليه حتى كيغلي لينا. ضروري هكا ملي يجيب ديك الغليه الاولى عاد نزولوه من فوق النار. تقريبا هاد المرحله ما غاديش معكم بزاف ديال الوقت. هنايا غادي نصبو في واحد الاناء ونخليه حتى كيبرد لينا تماما. ضروري هنايا الفرون ديالكم يبرد ويولي كذلك بهذا القوام اللي غادي نوريكم ان شاء الله من بعد. ملي كنحطو في واحد المكان حتى كتنزل درجة الحرارة ديالو يبرد، عاد دخلوه كان هي للثلاجة او المجمد الا كنتم مزروبين عليه. انا خليته غير برد شويه ودخلته المجمد باش كيبرد معايا بسرعه. هنايا على الماء برد لينا هذاك الفرون ديالنا. غادي ندوزو ناخدو الدنجال اللي هو الاساس ديال هذا العصير هذا. هنايا خديت 2 حبات ديال الباذنجان اللي غادي نزول لهم هاد القشره الكحله تماما، ما كنخلوهاش، يعني تنقيوه مزيان. صراحة الدنجال تيعطي واحد الكثافة، وكذلك كيجي حتى المذاق ديالو زوين، ما كيجيش باين في مذاق الدنجال نهائيا، وكيجي رائع. حتى الوليدات اللي ما كيبغوش ياخذوا الدنجال او اي واحد ما كياكلش الدنجال في هذه الحيله هذه غادي ياخذ الدنجال بلا ما يحس، ولكن راه كيجي لذيذ بزاف. غير جربوه. وهنايا بعد ما قطعت الحبه الاولى ديال الدنجال غادي نقطع كذلك الحبه الثانيه بنفس الطريقه. من بعد هنايا غادي نقطعهم مربعات باش كيطيب لينا بسرعه. على ايين الدنجال هذا هو الوقت ديالو مازال طري، يعني راه كيطيب ما كياخذش واحد الوقت كبير. هنا كتشوفوا معايا قطعته مربعات بهذا الشكل. الدنجال من طبيعه الحال حنايا قبل ما نقشروه راه تنكونوا غاسلينه. صافي هنايا غير كنقطعو مباشره. غادي نوضعوه هنايا في واحد الكاسرول ونخليه حتى كيطيب لينا. بالنسبه لطريقه الطهي ديال الدنجال ما نخلوش حتى كيطيب لينا بزاف. تقريبا بالنسبه لي انا خدا غير غلا، حسبت تقريبا واحد 3 ديال الدقائق حتى ل5 على الاكثر. ما تفوتوهاش ليا راه كيطيب بسرعه، ما حاشاش بيطيب ويتهرى. يدخلوا الطياب ولكن كيبقى في داك القوام ديالو باش ما كيفقدش كذلك ديك القيمه الغذائيه ديالو. هنا كنرفع فوق النار ومره ما كنغفلش عليه، لان داك اللي كيكون لتحت كيطيب بسرعه بخلاف داك اللي كيكون الفوق. هنا كتشوفوا معايا داك اللي كيكون في الاسفل راه كيطيب بسرعه. داكشي علاش مره كندوزو من حدا وكنحركوه حتى كيطيب لنا كامل من الفوق ومن التحت. صافي هنايا غير 5 ديال الدقائق كندوز مباشره كنزولو فوق النار. هنا كتشوفوا معايا راه طاب وبقى محافظ على داك اللون والشكل ديالو بلا ما كيهرى لينا. هنا غادي نوضعو في واحد المصفات ونخليه حتى كيصفى لينا. هاد العصير راه ساهل وكيوجد معكم بسرعه، ما كياخذش معكم واحد الوقت. هنا كتشوفوا معايا هنا راه طاب ولكن مازال محافظ على داك اللون ديالو.
هنا غادي نخليه حتى كيتفاهم داك الماء وكيبرد، وهنايا كنرجعوا لداك الفلون ديالنا كنلقاوه برد وجمد. ضروري كتحصلوا عليه بهذه الطريقه هذه تيجمد لكم باش كيعطيكم واحد القوام خاطر العصير ديالكم. هنايا غادي نجيبوا الكاس ديال العصير اللي كنطحنوا فيه العصير، غادي نصب هذاك الفلون هو الاول. من بعد هنايا غادي نضيف عليه الدنجال كذلك بعد ما برد. عندنا الدنجال واخا يبقى لكم شويه دافي ماشي مشكل، لان ما غنطحنوا الكل غادي ندخلوه للثلاجه وغادي يعاود يبرد لنا مزيان. هنايا غادي نصب عليه نص لتر ديال الماء بارد، ضروري ما يكون عندكم بارد باش كيبرد لكم العصير ديالكم بسرعه. انا راه كنوريكم ب 500 ملي اللي هي نص لتر. بالنسبة هنايا الماء اللي درت أنا، الأخوات اللي بغاو يقولوا واش ممكن داك نص لتر الماء نعوضوه بالحليب، ممكن، غير أنا بغيت ندير معاكم عصير اقتصادي. يعني ضفنا الفلون درناه في الحليب، فعاوتاني نص لتر ديال اللي غنطحنوا به داك الدنجال نضيفوه الماء. بغيتو تضيفوا الكل بالحليب ضيفوه بالحليب، يعني طحنوا بالحليب طحنوا بالحليب، بغيتو طحنوا بداك الماء اللي طافي طحنوا بداك الماء اللي طافي، يعني لكم الاختيار. هنا خديت واحد الحفينه ديال الكركاع باش كنغنيو هاد العصير ديالنا او كنطحنوها. هنايا ممكن نضيفوا حفنه ديال الكركاع اولا ديال اللوز اللي متوفر لكم كتضيفوه، كيعطي واحد المذاق رائع. ممكن تضيفوا الزبيب، ممكن تضيفوا التمر، يعني اللي بغيتو. اهم حاجه انا العصير ديالكم كيجيكم لذيذ وغني وكذلك صحي، كيجي رائع رائع جدا. هنايا غادي نطحن الكل مزيان في هذه المرحله هذه حتى كيطحن لينا. من بعد غادي نضيف غير واحد المعلقه ديال السكر، ممكن تستغناو عليها. كما لاحظتوا معايا هاد العصير راه ما فيش واحد الكميه كبيره ديال السكر. غادي نطحن الكل مزيان مزيان. هنايا بعد ما طحنا العصير ديالنا غادي نضيف هنايا واحد الحك ديال الياغورت ديال الشوكولاط، هذا المعروف كيعطي واحد المذاق زوين. هنايا بالنسبه لهاد الحك ديال الياغورت ممكن تضيفوه، ممكن تستغناو عليه، غير هو راه الصراحه غيعطيكم واحد القوام اللي هو لذيذ بزاف. هنايا غادي نعاود نطحن الكل تقريبا غير واحد الدقيقه. هنايا علاش كنعاود ندير هاد المراحل لاننا كنطحن كل بالنسبه لهاد المكونات الثانيه غنطحنهم بوحدهم باش كيبقى لنا المذاق ديالهم. وكذلك هاد العمليه هذه اللي كنديرو ان العصير ديالنا كيطحن مزيان كيغنينا اننا مازال نعاودو ونصفيوه، يعني راه كيطحن مزيان. ولو هذاك الدنجال ديالكم يكونوا فيها كان دوك البذور اولا دوك الحبيبات كيطحنوا لنا مزيان. هنا بعد ما طحنت الكل تقريبا غير واحد الدقيقه، ملي درت هذاك الحك ديال دانيس الشوكولا، غادي نضيف كذلك هنايا كيس ديال البودره ديال الشوكولات، هذا اللي تيوزن 7 غرام. صراحه المذاق ديال هذا الشوكولات هذا رائع والنكهه حقيقيه ديال الشوكولات. بالنسبه للاخوات اللي ما بغاوش يضيفوا هذاك العلبه ديال الياغور ديال دانيس، ممكن تستغناو عليها وتضيفوا مباشره هاد الباكيه ديال الشوكولاط بودره. بالنسبه للشوكولاط بودره ما كنستغناوش عليه، يعني راه هو اللي غيعطينا المذاق ديال الشوكولا وكذلك كيعطينا ديك النكهه اللي ما كيبانش فيها ديال العصير ديال التنجان نهائيا. صافي هنايا غادي طحنا داك الشوكولاط تقريبا غير واحد الدقيقه حتى كينسجم لينا مع باقي العناصر. وهنايا الصراحه العصير ديالكم كما طحنتوه مزيان مزيان كتحصلوا على واحد القوام خاطر. كذلك داك الكركاع مع داك الدنجال كيطحن لينا مزيان ما كيجيش باين، ما كنحتاجوش اننا نعاودو نصفيوه. هنايا غادي نوريكم القوام ديال هذا العصير ولو انه راه مازال ما بردش. شوفوا معايا راه كيجي خاطر وكيجي كثيف، يعني في واحد الكثافه بحال داك السموتي ديال الشوكولاط ديال اللي بالحليب اللي كناخذو من على برا. هذا الصراحه كيجي احسن والذ وصحي. كما لاحظتوا معايا درنا فيه الكركاع، درنا فيه الدنجال، يعني فيه ياغورت بالشوكولاط، ممكن تضيفوا التمر، ممكن تضيفوا الزبيب، اللوز، يعني اللي عندكم كتغنيو بهذا العصير. وثقوا فيا راه كيجي رائع 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 جدا. نعيا ما نشكر لكم فيه، ولكن جربوه بنفسكم عاد تحكموا. ونتمنى ان شاء الله تجربوا وترجعوا عندي للتعاليق. راه كيجي لذيذ خصوصا ملي كنوضعوه في الثلاجه وكيبرد، عاد تنقدموه عصير اللي كيستحق الف تجربه. حتى هنا تنقول لكم الى اللقاء، وحتى نتوما بارطاجيو على الهواتف ديالكم وفي مواقع التواصل.